بعد صعود الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، كان كل بعض الجماهير مستنية إن الوداد اللي يصعد، لأن في نظرهم إن الوداد أضعف وأقل فنيا من صن داونز. إنما أنت لما تيجي تبص هو إزاي الوداد صعد، هتلاقي إن صعد من بريتوريا في قلب صن داونز وفي ملعبه، وخرج صن داونز اللي هو الفريق اللي انت شايفه اقوى فريق، وهو حاليا هو صح احسن فريق في افريقيا بيلعب كوره. ولكن لما فريق الوداد يطلع فريق زي صن داونز، فلازم تحترم هذا الفريق، ولازم تعرف ازاي الوداد قدر يوقف صن داونز، وازاي بعد الوداد متأخر بهدف قدر يرجع بالتعادل، وتأخر بالهدف الثاني قدر يرجع بالتعادل ويتأهل على حساب صن داونز. فانت لازم فريق زي ده تعمل له ألف حساب، لأن فريق بيطلع صن داونز اللي هو أفضل فريق في أفريقيا بيلعب كورة، لأنه يمتلك لعيبة مهارية ولاعيبة عندها قوة بدنية عالية. فهنا لازم تقول شابوه للوداد، ولازم أنت كأهلاوي أو أنت كمصري ما تجادلش بين فريق زي الوداد، وخاصة إن هو فاز عليك في النسخة الماضية في النهائي 2-0 في الوداد في المغرب. فأنت لما تيجي وتبص على ماتش زي صن داونز والوداد في جنوب افريقيا، وتلاقي ان الوداد صن داونز مش قادر يعمل هجمه صح على الوداد، هتقول لي هدفين جو، هقول لك اخطاء فرديه دفاعيه. الهدف الاول اللي جابوه صن داونز بخطا دفاعي، الكره اتقطعت من المدافع على خط ال 18 وتسددت جابت جول. والهدف الثاني نفس الكلام، خطا فردي، خطا دفاعي في عمق الملعب، الكره معموله عرضيه لورا اتحطت في الجول. انما انت لما تيجي تبص ان فريق زي صن داونز بيهاجم في عمق الملعب، ما عندوش اطراف، ما عندوش كور عرضيه بيلعبها، ما عندوش باكات حلوه يعني بترفع عرضيات، ما عندوش لعيبه بتلعب براسها كتير، فهو كل لعبه وكل هجومه وخطورته في عمق الملعب. فلما تلاقي فريق زي الوداد برغم تدهور الفني وبرغم الحالة اللي كان فيها قبل المباراة، إن هو في المركز الخامس في الدوري المغربي، والمدير الفني لسه جديد، وشط تخبط في اللعيبة، وشط تخبط في أداء اللعيبة. لما تلاقي فريق زي الوداد بيخطف الفوز ويطلع فريق زي صن داونز من بريتوريا، فهنا لازم تعرف ان الفريق ده تعب، وهو ليه قدر يصعد على حساب صن داونز، وليه صن داونز ما قدرتش تصعد. فانت لما تيجي تحلل المباراه فنيا هتبص تلاقي ان صن داونز عشان يهاجم من العمق، عشان صن داونز يهاجم من العمق لازم يكتر اللعيبه في نص الملعب. ودي بيعملها ازاي؟ عن طريقه انه بيدخل باك من الباكيه، إذا كان الباك اليمين أو الشمال، وعلى الأرجح هو أكتر باك بيخش هو الباك الشمال، بيخش في نص الملعب وبيقوم بدور صانع الألعاب. فهنا لما بيقوم بدور على وسط الملعب فبيعمل زيادة عددية على نص الملعب. فلما تيجي تبص على دفاع الوداد ازاي قدر يمنع الخطوره دي، هتلاقي انهم راحوا حاطين واحد مراقب الباك اللي هيخش في نص الملعب، وحطوا كده مان تو مان ملاصق مع طول المباراه، اذا كان في المغرب او في جنوب افريقيا. وانت كمان لو بصيت في الماتش بتاع الاهلي اللي هو اتهزم في 5، هتلاقي ان الخمس اهداف جو من عمق الملعب، سواء بتسديده، سواء باختراق، سواء ببينيه. فما هتلاقي هو صن داونز كل لعبه من عمق الملعب. ودي حاجه تخليك تبص ان فريق زي الوداد بيقرا الفريق اللي قدامه قرايه جيده، فده يخليك تركز وتعرف ازاي الاهلي هيقدر يلاعب صن داونز، هيقدر يلاعب الوداد سواء كان في القاهره او في المغرب. وهنا نقطه الضعف بتاعه مارسيل كولر. مارسيل كولر متعودنا في الايام الاخيره ان هو بيلعب اغلب بيهاجم ازاي في الاهلي. مارسيل كولر هتلاقيه ان هو يا بيخلي حسين الشحات يسحب المدافع او بيسحب الباك الشمال، الباك اليمين اللي هو في ناحيته، فبيلاقي لاعب من وسط الملعب ايا كان عمرو السولية، حمدي فتحي، ديانج، ايا كان هو مين، فبتلاقيه راح قاطم في النص وتتلعب له الثرو او اللونج بول كده لفوق ورا التشيب. فبأدي طريقه.
وطريقة تاني اللي هو بتخليه يلعب، بيقعد يجمع اللعب في مكان واحد، ويهب تلاقي ايا كان الجناح، اذا كان حسين الشحات او بيرسي تاو، بيروح ملعوب له عدد الكرة القطرية فبيستلمها وبيبقى ده الباص. فانت لو بصيت في ماتش طلائع الجيش وبصيت لقيت ان الاهلي مش قادر يطلع بالكورة او مش قادر يوصل للجون، فانت لما تبص للدفاع بتاع طلائع الجيش هتلاقيه واقف على خط ال 18، فبالتالي مش هتقدر تعمل الكرة الطولية، لان بين خط ال 18 وبين حارس المرمى يعني حوالي 10 متر، لو 10 متر، فبالتالي المسافة ضيقة، لا هيقدر اللاعب يستلم ولا يقدر يعدل نفسه. فبالتالي كانت الكورة، كانت الهجمات بتتقطع بدري. وبرضه في التركة بتاعت حسين الشحات اللي هو ياخد المدافع الباك ويطلع بيه ولاعب خط النص يكتم مكانه، هتبص تلاقي ان كان المدافع الباك اللي كان بيبقى ماسك حسين الشحات لما بيلاقي حسين الشحات طلع بره، المدافع برضه بيفضل ثابت لحد ما يشوف مين اللي هيجي يكتم او مين اللي هيجي يخش وبيقف بيراقبه. عشان كده هتلاقي ان في معظم المباراه بتاعت الاهلي وطلائع الجيش كانت اقل هجوما للنادي الاهلي، لان حلمي طولان قدر يقرا مارسيل كولر بيلعب ازاي. فهو اتمنى لو الفيديو عجبك انك تعمل لي اشتراك في القناه وتستنى تحليل الماتش الاهلي والوداد، اللي هو الاهلي ازاي يدافع وازاي يهاجم.